ناس كتيرة لما تيجي تعمل برزنتيشن كبرزنتر بيروح داخل على طول في الموضوع بدون ما يشرح للناس ايه هي اهم النقاط اللي هيتكلم فيها اثناء العرض التقديمي. علشان كده بنقول مهم جدا اي برزنتيشن يبقى فيه اجنده. اجنده يعني خارطه طريق، اجنده يعني لستة المحتويات، اجنده يعني ده اللي هو بيسموه جدول الاعمال. احنا هنتكلم في النقاط التاليه. فطبعا ده بيبقى حلو جدا للبارتيسيبنتس اللي بيحضروا معاك البرزنتيشن، بيبقوا عارفين بشكل مسبق انت هتتكلم في ايه. بيبان برضو ان انت شكلك بروفيشنال وشكلك منظم قدام الناس. فمهم جدا ان احنا نحط الاجنده. الاجنده دي لا تتجاوز سلايد واحد بس، شريحه واحده بس، وحط فيها فقط النقاط الرئيسيه، بلاش تفاصيل كتير. يعني سلايد واحد بحد اقصى 7 نقط بس في السلايد ده. مهم جدا يبقى عندك في بدايه البرزنتيشن اجنده عن البرزنتيشن. سهله.